أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها بأهم العناوين. إصابة 4 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. الإريتريون في الخارج يتبرعون لأسر الشهداء. تدريب شباب في البناء. قطر تستضيف محادثة غير مباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي. مبعوث أمريكي يزور فنزويلا لإجراء محادثات حول أمريكيين محتجزين. وقطار ركاب يصطدم بشاحنة ويخرج عن القضبان في الولايات المتحدة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة 4 مواطنين من دك أمحرة و4 سمرة وجزبندا وعد رأسي بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 3 مرضى كورونا في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9796، شفي منهم 9679 وتوفي 103 مريض، فيما يتلقى 14 مريض الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 28 من يونيو 2022. تبرع الإريتريون المقيمون في مدن هولندا وإيطاليا وأستراليا وأمريكا والسعودية بأكثر من 88 ألف دولار وأكثر من 61 ألف يورو لصندوق أمانة الشهداء وعيالة أسر الشهداء بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وفي هولندا تبرع الإريتريون في مدينة أمستردام ب9370 يورو، وروتردام ب9125 يورو، وأمرسفورت ب3370 يورو، وأدخرت ب3131 يورو، ولاهاي ب2410 يورو، بالإضافة إلى إعالة 19 أسرة شهيد. وفي إيطاليا تبرع الإريتريون في مدن روما ب9500 يورو، ونابولي ب350، وأبروزو ب280، وباري ب1030، وكاتانيا ب755، وباليرمو ب75، وبيزا ب800، وفرنسي بستويا ب1000، وبولونيا ب200 أو ب2295، وبارما ب210، وميلانو ب13150، وبريشا ب400، وفيرونا ب250، وتورينو ب275، وجينوفا ب375 يورو، أي ما مجموعه 31,015 يورو. وتبلع الإريتريون في مدينة ملبورن الأسترالية ب17,110، ومجموعة سوكي دحان سورانا في واتساب ب1415، والإريتريون في سيدني ب4285، وإدلايد ب3041، وبريز ب7,750 دولار أمريكي، أي ما مجموعه 33,601 دولار أمريكي. وتمويل 4 أسرة شهداء والتعهد لتمويل 25 أسرة شهيد. وتبرع الإريتريون في أطلنطا الأمريكية ب40,000 دولار، والإريتريون في أنغولا ب15,000 دولار لأسر الشهداء. وتكفلت الجالية الإريترية في الدمام السعودية بإعالة أسرتي الشهيد، وفرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية بإعالة 3 أسر من الشهداء. دربت شركة سجن للإنشاءات 63 شابا من مديريات بارونتو وشامبوقو وضحيات أجمايت ل4 أشهر في مجالات الحدادة والبناء والنجارة في مركز التدريب في كعلاي. وتلقى المتدربون بعد دراسة نظرية ل3 أشهر التدريب التطبيقي في مؤسسات الشركة في تسني وبيشا وبارونتو والعاصمة أسمرة. وأوضحت وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول جبرآب في مراسم التخريج في 23 من يونيو أن التدريب يأتي ضمن الاستثمار الجاري في القدرات البشرية، داعية المتدربين العمل بقوة لإحداث تأثير إيجابي في محيطهم.
من جانبه أوضح حاكم إقليم القاش بركة سفير محمود علي حوري أن على الشباب المتدربين أن يكونوا مثالا للآخرين والعمل الفعال في مكان العمل. وقال مدير شركة سجن للإنشاءات السيد تسفاي غويتوم إن التدريب هدف إلى مساهمة الشباب في برامج التنمية والبنية التحتية الجارية في مناطقهم، وستفتح لهم حتى ذلك الوقت الفرصة للعمل في مشاريع الشركة لتطوير قدراتهم. وذكر ممثل الخريجين اكتساب المهنة التي تمكنهم من المساهمة في برامج التنمية. دعا رئيس الاتحاد الوطني للألعاب التراثية سيد تيدروس أطباها جميع قطاعات المجتمع للحفاظ وتطوير الألعاب التراثية للبلاد. وقال في مناسبة منافسات الألعاب التراثية التي نظمت من 24 وحتى 26 من يونيو في مدينة كرن إن الألعاب التراثية تؤطر في بوتقة الفنون وتعبر عن هوية وقيمة المجتمع. وذكر إطلاق الاتحاد الدراسات لتوثيق جذور وتاريخ الألعاب التراثية الوطنية. شارك في منافسات الألعاب التراثية التي تنظم للمرة الثانية 67 رياضيا وإداريا من أقاليم عنسبة والأوسط والجنوبي وشمال البحر الأحمر والقاش بركة ومن نادي دندن في وزارة الدفاع في 32 لعبة للرجال والسيدات. وقد فاز إقليم عنسبة بمجموع النتائج. وكانت منافسات الألعاب التراثية الأولى قد نظمت في العاصمة أسمرة عام 2021. يقوم سكان ضحيتي أفلبا وقرع في مديرية دك أمحرة بالإقليم الجنوبي بنفير تنموي. ويقوم السكان في إقليم أو في أفلبا بحماية مصادر المياه من السيول. ويعمل السكان في قرع ببناء جزر في خور حامس للحيلولة دون حدوث مشكلة المواصلات في موسم الخريف. وأشاد مدير الضحية سيد كدان جبري بمساهمة السكان بطاقاتهم وقدراتهم وأموالهم في العمل. مشاهدينا الكرام، كانت هذه الأنباء المحلية. فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قطر ستستضيف محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة وسط مساعي الاتحاد الأوروبي لإنهاء تعسر المفاوضات من أجل إحياء الاتفاق النووي. وأوضح أن المفاوضات ستعقد خلال الأيام المقبلة وأنها ستكون على قرار المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في فيينا. وقال جوزيب بورويل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي زار إيران منذ يومين إن المحادثات غير المباشرة من المتوقع أن تستأنف في غضون الأيام المقبلة في دولة خليجية لإنهاء التعسر. وشكر خطيب زاد مساعي الاتحاد الأوروبي ووزير خارجيته جوزيب بوريل على دورهم في محادثات فيينا، مؤكدا التوصل من حيث الشكل والمضمون إلى اتفاقيات في زيارة بوريل. لكن السؤال يبقى إذا كانت أمريكا ستبتعد عن إرث ترامب وتلتزم عمليا بالاتفاق. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن مبعوث شؤون الرهائن الأمريكي روجر كاسترنيس والسفير الأمريكي جيمس ستوري سافرا إلى كاراكاس لإجراء محادثات مع المسؤولين الفنزويليين بشأن مواطنين أمريكيين محتجزين هناك. كانت زيارة سابقة قام بها كاسترنيس في مارس ضمن وفد أمريكي رفيع المستوى قد أدت إلى إطلاق سراح 2 من الأمريكيين المحتجزين، لكن لا يزال هناك 8 سجناء أمريكيين على الأقل. وكشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن الزيارة قائلا إن المسؤولين الأمريكيين التقوا برئيس الكونغرس الذي تسيطر عليه الحكومة خورخي روجيرس لمواصلة المحادثات التي بدأت في مارس، لكنه لم يذكر أي تفاصيل. قالت السلطات المحلية إن قطارا تابعا لشركة أمتراك يقل 100 ركاب أو مئات الركاب خرج عن الغضبان في شمال ولاية ميزوري الأمريكية بعد أن اصطدم بشاحنة عند معبر، مما أسفر عن مقتل شخصين على متنه وشخص في الشاحنة وإصابة 50 على الأقل. وقالت أمتراك إن القطار الذي كان يقل حوالي 243 راكبا ونحو 10 من أفراد الطاقم اصطدم بالشاحنة عند معبر بالقرب من ميندون بولاية ميزوري في أثناء توجهه شرقا من لوس أنجلس إلى شيكاغو. وأضافت أن 8 عربات وقاطرتين خرجت عن المسار.
انطلق في لشبونة اجتماع دعت له الأمم المتحدة يشارك فيه آلاف السياسيين والخبراء والناشطين البائيين للعمل على الحفاظ على صحة المحيطات الهشة وتجنب الآثار المتتالية التي تهدد البيئة والإنسانية على حد سواء. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في كلمته الافتتاحية لهذا المؤتمر الذي يستمر 5 أيام والذي أرجأ مرات عدة بسبب تفشي فيروس كورونا أنه تم الفشل في الحفاظ على المحيطات وهو ما ستكون له آثار متتالية. وسيناقش المشاركون في اجتماع لشبونة اقتراحات لمعالجة ذلك تبدأ من إعادة التدوير وصولا إلى فرض حظر تام على الأكياس البلاستيكية، كما أن قضية الصيد الجائر مدرجة أيضا على جدول أعمال المؤتمر الذي يستمر 5 أيام وتنظمه البرتغال وكينيا. مشاهدينا الكرام، نذكر بالعناوين قبل ختام النشرة. إصابة 4 مواطنين بفيروس كورونا. الإيرتريون في الخارج يتبرعون لأسر الشهداء. تدريب شباب في البناء. قطر تستضيف محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي. مبعوث أمريكي يزور فنزويلا لإجراء محادثات حول أمريكيين محتجزين. وقطار ركاب يصطدم بشاحنة ويخرج عن القضبان في الولايات المتحدة. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.